بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب. النهارده في مفاجأة، لا هنقول بقى بانيه رنجة ولا هنقول حواوشي رنجة ولا بانيه فسيخ ولا حواوشي فسيخ، لا النهارده عاملة لكم طبق مميز كلنا بنحبه. ايه هو؟ تخيلوا ده ايه؟ حد يقول؟ ده برجر رنجة. برجر رنجة. اللي عايز الطريقة يقول لي بقى في الكومنتات. انا هنعمل السندوتشات بسرعة كده. طبعا كالعادة بنحط كده، نحط ايه الأول؟ فصاية، تمام، برجراية، بصل، طماطم كده، طعم خطير والريحة خطيرة، مش قادرة أقول لكم ولا أوصف لكم. الاختراع بتاع حضرتي اللي دايما بحب ألعب فيه. شايفين المنظر؟ طبعا الطحينة أنا عاملاها تقيلة عشان إيه؟ ما تنزلش. سندوتشين لؤلؤ، قواقع جاية من البحر. شايفين الرنجاية عاملة ازاي؟ حد يتخيل ان ده برجر رنجة؟ لا طبعا. تحفة تحفة تحفة. حتة كابوتشا، تمام، البرجراية. يلا قوموا اعملوها دلوقتي. طماطم، بصل. الناس اللي ما بتاكلش لحوم او ممنوع من اللحوم وممكن تاكل رنجة عادي، او عايزة تغيري لأطفالك علشان هما مش بيحبوا مثلا صنف جديد، والبيت نص كيلو رنجة هيعملوا لك ال5 سندوتشات دول. ولو قللتي بالقرص بتاع الرنجة هيبقى برضه هيعملوا لك أكتر، بس أنا عاملاه تخين بالكبة بتاعت البرجر، عاملاه قرص تخين. لا أنت ممكن تعملي برجراية صغيرة بغطا برطمان بأي حاجة صغيرة، تقللي في الكمية، هيعمل لك سندوتشات كتير لو احنا عيلة يعني. تمام؟ نجرب مع بعض بقى البرجر الخطير ده كده. بصي يا أميرة، بصي الخطير ما شاء الله جميل. انا بقى هجرب ايه. تحفه تحفه تحفه، محدش هيفرقه عن اللحمه خالص. حلو قوي قوي، احلى منها كمان. تسلم ايدك. والله خطير يا ولاد وخطير يا بنات. بس بقى خلاص بقى عشان انا خلاص على اخر.